في شروط للميراث وفي حالات حرمان وفي قواعد دقيقة لازم نفهمها علشان نعرف كل واحد ليه ايه ومين ليه حق ومين ملهوش حق. اهلا بكم. موضوع النهارده مهم جدا وبيهم كل الناس. النهارده بنتكلم عن الميراث، يعني التركة اللي بيسيبها المتوفي وبتتوزع على الورثة بعد وفاته. بس هل الموضوع دوت عادي كده وبسيط؟ لا طبعا، في تفاصيل كتير جدا، في شروط للميراث وفي حالات حرمان وفي قواعد دقيقة لازم نفهمها علشان نعرف كل واحد ليه ايه ومين ليه حق ومين ملهوش حق. أول حاجة لازم نعرفها إن قانون الميراث في مصر مش جاي من فراغ، لأنه مستمد بشكل رئيسي من الشريعة الإسلامية وبيطبق النصوص اللي جت في القرآن الكريم والسنة النبوية بشكل مباشر. وهنا بالتحديد نوصل لنتيجة مهمة جدا، إن الميراث في مصر يطبق وفقا للكتاب والسنة النبوية وليس باجتهادات فلسفية أو حقوقية زي ما البعض بيحاول يصور لنا، لأن دي أوامر ربانية من رب العالمين سبحانه وتعالى. والقانون المصري التزم بكده وخلى المحاكم الشرعية هي المختصة بنظر قضايا الميراث. طيب مين بقى الورثة؟ تعالوا نشوف مع بعض مين اللي ممكن يرث شرعا. الورثة في الشريعة الإسلامية كتير وبينقسموا لفئات مختلفة ومش محصورين في مجموعة ثابتة، يعني مش شرط كل حالة يكون فيها نفس الورثة، لكن نقدر نقول إن في مجموعة بيكونوا غالبا موجودين، زي الأب، الأم، الزوج أو الزوجة، الأبناء الذكور والإناث، الإخوة، الجد والجدة، أبناء الابن في حالة وفاة أبيهم قبل الجد. وكل واحد من دول ليه نصيب شرعي بيختلف حسب علاقته بالمتوفى وعدد الورثة الموجودين معاه. كمان في ورثة شرعيين تانيين ممكن يظهروا حسب الحالة، زي العم، العمة، الخال، بنت الابن، ابن الأخ وغيرهم. يعني نوصل لنتيجة هنا إن الورثة بيتحددوا حسب كل واقعة وفاة على حدة وبناء على إعلام الوراثة. طيب سؤال مهم، إزاي بيتوزع الميراث؟ توزيع التركة بيتم وفقا لمعادلة شرعية دقيقة جدا فيها الفرد يعني نصيب ثابت منصوص عليه في القرآن الكريم زي السدس أو الثلث، وفي العصبة، وده بياخد باقي التركة بعد توزيع الفرد. مثال بسيط، لو حد توفى وترك بنت وأب وزوجة، يبقى الزوجة هنا ليها الثمن، البنت ليها النصف، والباقي بيروح للأب كعصبة. طيب إيه الشروط اللي لازم تتوفر علشان الوريث يرث؟ هنا القانون بيشترط شروط أساسية علشان أي شخص يقدر ياخد نصيبه في الميراث. أولا تحقق وفاة المورث، يعني الشخص اللي ساب التركة مات فعليا. ثانيا إن الوريث يكون حي وقت الوفاة، يعني ما ينفعش شخص يكون مات قبل المورث ويكون ليه نصيب. ثالثا ألا يكون هناك مانع من موانع الإرث، وأشهرها القتل العمد، فلو حد من الورثة قتل المورث يتحرم فورا من الميراث. الشريعة الإسلامية هنا بتقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ناس كتير بتسأل هو ينفع الأب يوزع تركته وهو عايش؟ الإجابة نعم، بس في شروط معينة عشان يعمل ده. أولا ما يكونش الغرض حرمان وريث معين ولا يكون في ظلم واضح، والأفضل دايما كتابة وصية قانونية موثقة أو عدم كتابة شيء وترك الأمور لما بعد الوفاة. نصيحة قانونية مهمة، لو أنت أحد الورثة وبتطالب بحقك أو الميراث ومختلفين واستعصى عليك الاتفاق مع باقي الورثة على اسم رضائية، لازم تعمل الإجراءات دي. واحد، بتقدم على إعلام وراثة. ثانيا بترفع دعوى فرز وتجنيب وبتحدد كل أعيان التركة المملوكة للمورث وإجراءات تنفيذية أخرى وجنائية. ولازم قبل كل ده تستشير محامي قبل أي خطوة قانونية، لأن موضوع الميراث فيه تفاصيل كتير وتحتاج للعمل عليها من مختص. في النهاية يا جماعة، الميراث مش موضوع بسيط، ده موضوع شرعي وقانوني واجتماعي كمان، ومفيش أحسن من إننا نعرف حقوقنا وحقوق غيرنا عشان ما نظلمش ولا نتظلم. لو عندك سؤال عن الميراث اكتبه في الكومنتات وانا هرد عليه بنفسي ان شاء الله. ما تنساش تشترك في قناتنا وده شيء يشرفنا طبعا، واتمنى لحضراتكم كل التوفيق والسداد. بالغ تحياتي والسلام عليكم.